أيها المواطنون، أيتها المواطنات، أنا موضوعي فساس. يا ناس خوكم راهو فساس، يا محاس وحاس ديما خابط فساس. جربتوا هالإحساس يا ناس؟ اغسل أسنانك جيدا. بدر فساس. صقع ثلج برد فساس. مراد العبد خويا فساس. هذه اسطوانة كل يوم ديما ما عندهاش فساس. يا ناس والساس فساس والفاس والناس خوكم راهو فساس. من كثرة الجو الشين اللي صاير في البلاد والهرجة والعرايك قررت قرار مش عادي بكل، نبي نكون رئيس. وطبعا قراري هذا لاقى إعجاب كبير عند العائلة عندي، وأولهم باتي. هذا وين تقاوت ناره، هذا وين صار من الدولة، طيح اسعدك انت تقعد رئيس. والله تعدلوش عليه، باتي ديما هيك يرى. لكن عمي قال كلام لا قوة إلا بالله. يا بدر يا ابني، انت بغير اغسل اسنانك جيدا، موضوع الرئاسة هذا ما تفكرش فيه بكر، مش شورك. انتوا والله عارفين ان نفخ ديما ينفخ فينك، ما عمرش قال كلمة كويسة في حقي. لكن خويا لما دوا معاهم خلاهم يمشوا وك. انت بغير اقعد رئيس فصل وبعدين فكر تكون رئيس وشك. هذا مبلد بكل، مش معانا اصلا، كانوا معانا وفاهم الواقع راهو عرف شنو يقول. بالله عليكم، من اللي دار الثورة ومن اللي ضحى في الثورة؟ تباهي من اللي مسكها الدولة؟ يعني شباب فساس. وطبعا انا ما عدلتش عليه كلامهم بكل، كلمت شباب المنطقة باش يصبوا معايا ونقعد رئيس. بدر يا ولد نبوك انت قايد، يا بدر يا ولد نبوك انت قايد، يا بدر انت يا ولد نبوك انت قايد. طبعا التوفيق من الله وبفضل اصحابي قعدت رئيس جديات. يتوجه بعد لحظات قليلة رئيس جمهورية ليبيا بخطابه الأول للشعب الليبي الحبيب. سوف أبحبحها إخواني المواطنين، إخوتي الشباب، لقد حررنا الحشيش. وطبعا بعد ما يجد الحشيش ببلاش عاش في حد حيدوره، لأن الممنوع مرغوب. شكرا إخواني المواطنين. والآن معنا مجموعة من الوزراء في حكومتي الخاصة سيقولون لنا ماذا قدموا خلال هذا الأسبوع من فترتنا الرئاسية. وشكرا لكم ووفق الله الجميع وبارك الله في من تولى رئاسة وما خففش على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب العظيم، بالنسبة لوزارة الصحة وبخصوص موضوع التوانسة والمصرية الذين يأتون للعلاج عندنا هنا، لقد حللنا المشكلة ولقد تم إنشاء مستشفيات خاصة بهم. شكرا. أما بخصوص موضوع سيارة إسعاف خاصة بكل منزل ليبي فهو طور الإنشاء، وقريبا سيتم تنفيذ هذا المشروع بعون الله، والله ولي التوفيق. شكرا لكم. بخصوص وزارة الدفاع، لقد قمنا بتأمين ليبيا شرقها وغربها وجنوبها، وقمنا بتأمين دول الجوار، ومن ثم قمنا بتأمين قارة أفريقيا بأكملها، والوضع الآن مستتب في قارة أفريقيا بالكامل. وفي الخطة الخمسية سنقوم بتأمين العالم بأكمله، ومن ثم سنتوجه إلى المجرة الكوكبية. ونشكركم والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان الله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب الليبي الغالي،
أنا وبصفتي وزير للشؤون الاجتماعية سأقدم استقالتي نظراً لعدم وجود عائلات محتاجة أو مطلقات أو أناس يحتاجون إلى الإعانة، وهذا بعد فترة رئاسية أو فترة في الوزارة لم تدم إلا أسبوعاً واحد. ووفق الله الجميع. أيها الشعب الليبي العظيم، بالنسبة لي أنا كوزير للرياضة نحب نطمنكم إن كأس العالم لنا نحن بإذن الله. تو تأهلنا، والمباراة الأولى كانت سهلة، تعادلنا مع ألمانيا 2-2، والمباراة الثانية الفاصلة طبعا النهائية حتكون مع البرازيل، إن شاء الله حنغلبوهم وبإذن الله الكأس لنا. الله أكبر الله أكبر. وطبعا الحمد لله بعد ما صار مني ودرت الإنجازات هذين كلن في الوقت القصير هذا تغيرت نظرة الناس لي، وأولهم هلي. ما شاء الله على وليدي، ما شاء الله، طالع لي وطالع جدة. أول ما مسك الدولة في أسبوع خلاها جنة، ما شاء الله ما شاء الله علي، ما شاء الله رئيس مش عادي. عمي قعدت تقول أنا وياه راسين في شيشة. أنا كنت متأكد منك، عارفك شاطر. وأخويا قاعد يفهم في السياسة ما شاء الله. دور يا خي، حق الله أصلي رئيس 100%. وفرنا حشيش وجو مش عادي بك. وطبعا كل الناس حبوني وقعدوا يصوروا معايا، حتى صورني شكرا جا صور معايا. وزيادة على هيك كثروا الناس علي من المدح والشعر، وقعدوا يقولوا علي في كلام واجد بكل سمح. يا ولد يا ولد كنت القايد وكنت القادر، يا ولد يا ولد كنت القايد وكنت القادر. وطبعا انا مليت من الجو هذا وقلت الموضوع فساد. دور يا داك. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، أنا موضوعي فساد. يا ناس خوكم راهو فساس، يا محاس وحاس ديما خابط فساس. جربتوا هالإحساس يا ناس؟